ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بقى اللبن صيامي. دي كوبايه جوز الهند، دي جايباها حوالي ب5 جنيه. هتعمل معايا حوالي 3 كوبايات من اللبن الصيامي. على فكره هو حلو خالص في الحلويات، وحتى لو فطاري بنستخدمه في حلويات كتير. انا مغليه حوالي 3 كوبايات ميه. هبتدي انزل بيهم على جوز الهند. بجد طعمه فظيع. انا بعد ما خلصت الفيديو عملت بيه مهلبيه باللبن جوز الهند، كان رهيب معايا، وفي حلويات كتير ممكن تستخدموه. انا حطيت حوالي كوبايتين ونص من الميه، ولو حابين تزودوا تبقى اخركم 3 كوبايات من الميه المغليه. وابتدي اركن جوزة الهند دي، اركنها كده حوالي ساعتين لحد ما جوزة الهند تحلب معايا اللبن، واقوم يعني تبرد كده خالص، وبعد كده بقى اضربها في الخلاط. هركنها ساعتين وبعد كده يكون برد جوزة الهند معايا. هي خلاص اهي، انا قعدت ساعتين، حوالي ساعتين. وبعد كده هضربها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. حابين بقى تصفوها صفوها، مش حابين تصفوها مفيش مشكله، ما تصفوهاش. يعني ممكن تستخدموها في حلويات وهي مش مصفيه. زي مهلبيه، زي اي حاجه تاني ممكن تستخدموها في الحلويات. انا هصفها لكم عشان اوريكم سمك اللبن عامل ازاي معايا. كان تقيل وكان طعمه تحفه. جوزة الهند دي ممكن تستخدموها تاني، يعني ممكن تنشفوها وتستخدموها برضو تاني في حلويات تاني. دي ما بتترميش، تدخلوها في معجنات، تدخلوها في حلويات تانية. تنشفوها وتحطوها في اي حاجة تانية، تستخدموها في اي حاجة تاني، ما تترميش. بعد ما استخدمناها كده مش هرميها. هبتدي بقى اصفي كويس خالص زي ما انتم شايفين كده، وانزل اللبن منه كده. بجد سهل وبسيط، وهتستخدمه في حاجات كتير. القناة دي قناتي اكلات كوكو. اتمنى لايك للفيديو الجميل ده، واشتراك في القناة لسه مشتركش. وشكرا، ونشوف فيديو جديد. اهو سمك اللبن اهو معايا. بجد يعني فظيع، وكان في المهلبية خطير. هو خلاص كده جاهز معايا خلاص. تحطوه بقى ببرطمان وتعينوه في التلاجة لأي استخدامات. حابين تحطوه في زي ما هو كده في الطبق وتستخدموه عادي، مفيش مشكلة.